ازيكم؟ يلا نخلي السردين بلدي في البيت بطريقة سهلة ومضمونة ويكون نضيف وما يخسرش مني ابدا. هعمل معاكم طريقة سهلة ومضمونة، لو اول مرة تعمليه استحالة يبوظ منك. تمام. اول حاجة بجيب سمك السردين بتاعي يكون من حد كويس. تمام، هتخلص من اي زفارة منه، بس خلي بالك ما تحاوليش تغسليه جامد عشان سمك السردين طري، من اقل حاجة بيتهري بسرعة. فانا بشطفه شطفة سريعة على الحنفية، وببتدي اسيبه في مصفى يتصفى حوالي ساعتين. عايزاه ينزل اي مية فيها، وببتدي بمناديل مطبخ، او ممكن لو عندك ورق تفردوه عليه، ورق ابيض مثلا تفردوه عليه ومناديل الورق تنشفوه كويس. تمام. انا بعد هنا ما تنشف معايا، ده كان 2 كيلو سمك سردين. احنا هنعمل المقدار لكل كيلو معلقتين كبار ملح، ونص معلقة شطة، ونص معلقة بابريكا. والملح لونه روز كده عشان ده ملح هيمالايا، عادي ممكن نستعمل ملح ابيض. نجيب علبة بلاستيك ونغلفها بالشكل ده بكيس. تمام. هقول لكم ليه، ممكن تعملوه في كيس لوحده، بس انا بحط على الوش زيت، فمش عايزه الزيت ده لو الكيس فيه اي خرم بسيط ينزل مني. تمام. فبحط الكيس جوه العلبه، وببتدي ادي رشه بسيطه من تحت ملح. تمام. وابتدي ارص السمك بتاعي بالشكل ده. واهم حاجه اتاكد معايا ان السمك ناشف جدا، علشان اي ميه فيه ممكن تبوظهولي. تمام. بعد ما برص اول صف بالشكل ده، ببتدي انزل بشويه ملح على الوش. تمام. مش هحط السمك فوق بعضه، لا، انا هحط صف وببتدي ارش رشه بسيطه من الملح على الوش، وبعد كده ارجع ارص باقي السمك بتاعي. تمام. ما بين كل صف والتاني رشه ملح بسيطه، حوالي معلقه شاي مثلا، هنرشها على السمك بتاعي. وبعد ما اخلص الكمية كلها، هنبتدي نجهز معانا ليمونتين كبار متقطعين شرايح وهنحطهم على الوش. واهم حاجة ان احنا ما نعصرش ليمون جواه علشان الليمون ممكن يمرره. تمام. انا دولت ليمونتين قطعتهم وحطيتهم على الوش، ببتدي بقى اقفل الكيس بتاعي، هحاول اخرج الهواء اللي فيه خالص. تمام. هنزل على الوش بشوية زيت عشان ما يبص مني. تمام. دي زي حفظ كده، مادة حفظ. تمام. بعد ما بخرج الهواء منه خالص، اتاكد ان ما فيهوش اي هواء، هبتدي اقفل الكيس بتاعي. ممكن احط الكيس ده جوه كيس تاني زي ما انتوا حابين، وهنغطي العلبة ونسيبها بره اسبوع، 7 ايام. 7 ايام وبعد كده هنبتدي ناكل منه، هيبقى الزبدة. طيب بعد ال7 ايام انا هعمل فيه ايه؟ هدخله التلاجة وهبتدي استعمل منه زي ما انا عايزة. تمام. انا هنا بعد ما عدى 7 ايام دخلته التلاجة وطلعته عشان اعمل منه، كان في منتهى الجمال والروعة. تمام. جربوه بطريقتي وان شاء الله مش هيبوظ منك ابدا، وبالطريقة دي هتبقى سهلة وهتحافظي عليه مدة كبيرة. بس طول ما هو محفوظ في التلاجة مش هيجراله اي حاجة. طبعا انا حطيته 7 ايام عشان السمكية كانت معايا كبيرة، فلو السمكية اصغر من كده بسيبه 5 ايام بس وببتدي ادخله التلاجة. تمام. اهو اول ما طلعته كان في منتهى الجمال، عايزة اقول لكم ملحه مظبوط جدا، لحمه عامل زي الزبدة بالظبط. ما تنسوش طبعا الزيت، رشة الزيت والليمون وشوية الشطة، واضربوا بقى مع البصل، احلى سردين بلدي.